بتبدأ الحلقة وبيبقوا قاعدين هما التلاتة مفيش شغل، وحتى القناة مشاهداتها بتقل، وبيسألوا بعض احنا ليه مفيش حتى شبح بيجيلنا. واحد صاحب مجين بيبقى في المستشفى وبيتصل بيه فبيروح له وبيقوله عايز يرفع قضية تعويض العمال، فزمايله بيقولوا انه كان سكران ووقع، يعني الحوار ملوش علاقة بالشركة. فبيقعد يقنعه انه لولا الشغل والمدير اللي بيخليهم يشربوا ما كانش سكر ووقع ورجله اتكسرت. فبيقولوا طبعا طبعا امال، وبيسيبه ويمشي. بس بيلاقي عمال كتير جايين المستشفى عايزين حد يلحقهم بسرعة وبيبقوا أشباح، فبيقول لهم أنا هساعدكم. بيعمل فلاش باك على حياة العمال في المصنع، واللي بيبقى بينهم واحد صغير في السن بس مش بيعرف يتعامل قوي في المصنع، وبنعرف انه لسه مخلف عشان كده محتاج شغل اكتر استقرار. وبيجي يوريهم ابنه بس بيفتكر انهم بياخدوا تليفونات منهم قبل ما يبدأوا شغل. فجأة بيشوفوا دخان حريق وبيبقى في 3 عمال بره ومش بيعرفوا يتصلوا بالطوارئ عشان التليفونات مش معاهم، فبيروحوا يقولوا للمدير بسرعة. العمال جوه المصنع مش عارفين يخرجوا والرشاشات مش شغالة، والتانيين بره بيحاولوا يطفوا بالطفايات بس بتبقى مش شغالة برضه، والطفاية بتنفجر والعامل بيموت، والمدير مش بيتصل بالطوارئ، والعمال جوه بيحاولوا يخرجوا من مخرج الطوارئ بس للأسف مش بيفتح خالص، والمدير بيهرب وبيسيب العمال. موجين بياخدهم وبيروح على المكتب عشان يشوف هيحل الحوار بتاعهم ده ازاي، وكل واحد بيفكر في عيلته اللي مستنياه يرجع ومش طايقين المدير تشوي خالص عشان هرب. فغيونيو بيقول ان في شركة استخدمت مواد مش مقاومة للحريق عشان التكاليف عالية ووقفوا انذار الحريق برضه، وفي الاخر دفعوا الاهالي الضحايا والدنيا مشيت ورجعوا يشتغلوا تاني بس تحت اسم شركة مختلف. العمال طبعا بتتضايق انهم ماتوا والشركة مش هتتعاقب، فموجين بيقول لهم ما تقلقوش هيتعاقبوا بالقانون. بتطلع الشركة اصلا بتاعت حد تاني وهم حاطين تشوي في الوش عشان لو حصل حاجة الشركة مش بتاعتنا. المهم الضابط بيتكلم مع تشوي واننا عارفين انك بس محطوط في الوش لكن ما تشيلش شيلة مش شيلتك، وبيحييه وبيمشي. اول ما بيخرج بيجوا 2 يخطفوه في عربية وبيعرفوه انهم يعرفوا بيته عشان يخافوا ما يتكلمش، فبيروح ماسك الدركسيون وبيبقوا هيخبطوا في العربيات وبيعرف ينط من العربية وبيدخل بين الناس وبيهرب منهم. تاني يوم العمال بيبقوا في المكتب وعمالين يتكلموا مع بعض وكل واحد يقول رأيه في موجين، وموجين بيقوم يزعق معاهم عشان مش عارف ينام من صوتهم. بتدخل هيجو وغيونيون وبتوريه انهم حاولوا يخطفوا تشوي. طبعا صاحب الشركة متضايق وبيزعق مع المساعدين بتوعه عشان هرب منهم، لانه لو راح مركز الشرطة وقال حاجة هيروح في داهية. بنروح لغيونيو اللي بيقول لهم على حوار ان الشركة مش بتاعة تشوي اصلا، وبيقول لهم هنروح لصاحبته المراسلة يمكن تكون عارفة حاجة عنها. فبتقول لهم ان الشركتين على الورق منفصلين وان تشوي ممكن يكون بيفكر يسلمهم عشان كده هرب. تشوي بيشوف الاخبار وبيشوف فيديو لغيونيو وهو بيقول ان صاحب الشركة الحقيقي حد تاني. بيروحوا هما التلاتة يحضروا حفلة التأبين بتاعة العمال، فواحد من الاهالي بيمسك فيه وبيقول له انت قابض وبيقعد يشتم فيهم، وهي جو بتزعق معاه وبتقول له احنا جايين نساعدكم من غير مقابل وانتوا بتشتمونا. بيقعدوا مع واحد منهم وبيقولوا له ما تساويش، لازم نجيب حق العمال اللي ماتوا عشان يستريحوا. فبيقول لهم واللي عايشين دول مش لازم يعيشوا، وبيطلعوا مدينهم مبلغ كبير جدا. تشوي بيتصل بغيونيو وبيقول له انه عايز يشوفه وهيقول له معلومات عن الشركة، وبيبقى باعت له صورة بطاقته عشان لو ما صدقش يعني انه هو، بس برضه بيبقوا قلقانين. فموجين بيقول له انا اللي هقابله عشان لو في حاجة وكده كده الجنرال هينقذني. وبيروح موجين المكان ومعاه العمال وبيقعدوا يقولوا له انت هتتعاون مع الراجل اللي قتلنا، فبيقول لهم لازم نتعاون معاه عشان نكشف الحقيقة، وهما مش عاجبهم الكلام وكل واحد عايز ينتقم من تشو، فبيحاولوا يدخلوا جسمه وهو بيبعد عنهم، فبيبقى شبه المجنون لما تشو بيجي. فالتانيين بيتلموا حواليه وبيقعدوا يدبوا في الارض، فالارض بتتهز وحاجات بتقع من السقف وهو بيجري وهم وراه لحد ما بيطيروه وبيقع على الارض. فموجين بيفوقه وبيقوله انه لازم يعتذر لارواح العمال. مش بيصدقه في الاول بس بيقوله انه لو ما اعتذرش مش هيقدر يساعده، فبيروح نازل على ركبته وهو بيعيط وبيعتذر لهم ان جري وسابهم بس هو كان خايف وانه كان المفروض يموت. فموجين بيسأله عن الحاجة اللي كان عايز يقولها له وبيسجله وهو بيقول ان الرشاشات كانت بايظة وطلب من الشركة يصلحوها، بس طبعا كبروا عشان يوفروا فلوس. وبنعرف انه كان شغال في الشركة الام بقاله 20 سنة، وفي يوم قالوا له انت هتبقى مدير تنفيذي للشركة، بس كانوا بيقولوا له انه هيعمل اعمى واخرس عن اي حاجة بتحصل وهيسكت، وبيقولوا انه معاه دليل على صاحب الشركة الحقيقي، والدليل ده في يو اس بي موجود في التلاجة بتاعته في المكتب. فبيسمعوا صوت عربية بره فبيقول له بسرعة على الباسورد وانه عيد ميلاد ابنه، وبيهربوا هما الاتنين والناس برضو وراهم. والعمال كانوا بيتدربوا ازاي يحركوا حاجة زي ما عملوا مع تشوي بس بيبقوا مش عارفين. فبيجي
الجنرال وبيقول لهم إنهم هيستخدموا قوة غضبهم دي في حاجة مهمة قريب وهم مش عارفين يغضبوا، فبيديهم كل واحد شحنة غضب كده عشان يولعوا وهما واقفين، وفعلا بيقدروا يعملوا حركة في الأرض. وبتبقى هيجوع قلقانة جدا على موجين عشان مش بيرد، فبتروح واخدة غيوم يوم ونازلين يدوروا عليه بس مش بيلاقوه في المصنع، فبيروحوا يبلغوا الشرطة واللي طبعا مش هيتحركوا دلوقتي لأنه شخص بالغ. وبيشوفوا تاني يوم في الأخبار إنهم قبضوا على موجين وتشوي، وموجين بيقول للشرطة إنه صانع محتوى عشان كده كان مع تشوي، وبما إنها المرة الأولى ليه فبيفرجوا عنه. بيخرج من مركز الشرطة ويكلم هويجو وبيقول إنه مصور مقابلة مع تشوي وإنه معاه دليل على إنه مش صاحب الشركة، وبيقول لهم على مكان اليو اس بي، وبيجي ناس تخطفه والتليفون بيقع منه وحد بيلاقيه فبياخده، وهويجو تاخده منه وبتديله فلوس. موجين بيبقى متكتف ومربوط في العمود والعمال حواليه بيحاولوا يفكوه بس طبعا مش عارفين. بتيجي العصابة وبيسألوه تشوي كان عايز يقابلك ليه، فبيقول لهم قال انه لبس الكابل غلط المرة دي، فبيقعدوا يضربوا فيه لحد ما يغمى عليه. بنروح لتشوي واللي الشرطة قبضت عليه، فبيقول لهم لو اعترفت ان السيد كيم هو صاحب الشركة الحقيقي هيتغير حاجة، فبيقول له طبعا. فبيروح قايل له طيب هو صاحب الشركة الحقيقي، فبيقول له في دليل، قال له الدليل عندي في ثلاجة المكتب في يو اس بي، وبيقول له كده هيتساهلوا معايا مش كده، فبيقول له طبعا طبعا ما انت في النهاية ساذج، بص انت هتقضي كام سنة في السجن مش حواري يعني، وما تجيبش سيرة السيد كيم خالص. بنرجع للعصابة اللي بيجيبوا اكل وهو هيموت من الجوع ومش بيرضوا يدوه حاجة عشان يتكلم وهو مفيش، فبيخلصوا اكل وبيقوموا يرقصوا ويغنوا شوية وبيفضلوا يغلسوا عليه، وبيجي لهم تليفون انهم يروحوا المكتب بتاع تشون يجيبوا اليو اس بي من هناك، فبيمشوا وموجين بيعرف يفك نفسه وبيقوم ياكل حاجة بسرعة ويمشي. بنروح للسيد كيم واللي مساعدينه بيقولوا له خلاص ما تقلقش المدعي العام المسؤول ظبط الدنيا، فبيتضايق اصلا عشان صرفوا كتير على الحوار ده، فبيقولوا له ان في عضوة برلمان وانها مؤمنة بتبادل المنفعة فاحنا نتبرع لها وهي تساعدنا، فبيقول لهم خلاص رتبوا ميعاد معاه. ويجو وغيون يوم بيروحوا المصنع عشان يجيبوا اليو اس بي، وبيوصلوا للمكتب وبييجوا يفتحوا التلاجة بس مش بيلاقوا حاجة، فغيون يو بيفتح علبة أكل بيلاقيها ملزوقة جواها في الغطا، فبيفرحوا جدا وبيحتفلوا بس يا فرحة ما تمت، جت العصابة بسرعة فبيهربوا من الشباك بس هو جو مش بتلحق، فبتفضل تضرب فيهم وبتخوفهم وبتنط من الشباك وراه، بيجروا وراها بس واحد منهم بيتحشر في الشباك عشان مليان شوية بس، فواحد بيروح وراهم فهو جو بتضربه والباقي بيجوا وراهم، فهم الاتنين بيهربوا بسرعة والعصابة بتلاقي اليو اس بي فبيفرحوا ومحدش بيجري وراهم، فبيستغربوا ومش بيلاقوا اليو اس بي معاهم بس العصابة كبيرة ومش هيقدروا يرجعوا. بيروحوا على المكتب بيلاقوا موجين هناك بس بيقولوا له انهم ضيعوا اليو اس بي، فبيقول لهم مش مهم المهم انكم ما تأذيتوش. موجين بيبات في البيت والعمال بيشوفوا صورة ميجو وبيقعدوا يتريقوا عليه عشان سابها، فبيفتح التلفزيون بيلاقي ان تشوي انتحر او الاصح يعني قتلوه، فموجين بيتصدم وبيقعد يشرب وبيبقى مش عارف يعمل ايه، فبينام طول اليوم وهم بيقعدوا يغلسوا عليه وهو ولا كأنه هنا. لما بيزهق منهم بيطلع ينام على الكنبة، بيقعد لتاني يوم وبيفضل غيوم يو وهو جو يرنوا عليه وبيفضلوا يبعتوله في رسائل وهو مش بيرد، فبيقولوا له ان جنازة تشوي في مستشفى قريبة منه، فبيروح المستشفى يعزي مراته وبيشوف عياله وبيقعد مع العمال وبيبقى صعبان عليهم تشوي وان المذنبين الحقيقيين حتى ما جوش يعزوا، فواحد بيدخل يقول لهم ان واحد من مساعدين كيم كان بيكلم العصابة ان الرئيس كيم هيقابل عضو البرلمان، ولما موجين دور عليها لقاها مش بتهتم بحاجة غير الفلوس وانها مؤخرا بقت مهتمة بتعديل القوانين لصالح الشركات على حساب العمال، فلو الرئيس كيم مولها فخلاص كده هتمشي في الحوار اسرع، فبيتعصبوا والحاجات بتتهز حواليهم، فتيجي هوي جو وغيون يو وبيقولوا له ننشر الفيديو اللي صورته مع تشو، فبيقول لهم لا احنا كده كده مش هنعرف نعمل حاجه وبعدين انا مش مهتم، فبتقول له انت قبضت ولا ايه، فبيقول لها اه، فبتزعق معاه وهو بيقول لهم انا عايز اريح امشوا، فالعمال بيقولوا له كنت شرحت لهم بالراحه، فبيقول لهم مش لازم يتورطوا معايا. الرئيس كيم بيوصل للمكان اللي هيتقابلوا فيه وموجين بيدخل بس بيطلع على السلم مع العمال وعضوة البرلمان بتوصل، فطبعا بيرحبوا بيها جامد وبيقول لها احنا هندعمك انك تمسكي قيادة الحزب. الناحية التانية في موجين اللي بيقول العمال يغضبوا بس دول ولا الهوا مش عارفين يعملوا حاجة خالص، فبيقول لهم بطلوا بقى تعذروا المجرم، ما انتوا لو بتتكلموا ما كانش حد عمل فيكوا كده بس شكلكم مبسوطين، فبيتضايقوا وهو بيلاحظ فبيضايقهم اكتر لحد ما بيبقوا هيطلعوا النار من دماغهم، وبيروح واخدهم وداخل الاجتماع، فبيقولوا له انت مين، فبيقول لهم انا محامي العمال اللي هاخدكم
إن شاء الله للجحيم، وبيروح عامل حركات بإيديه والعمال بيشتغلوا بقى وكأن في زلزال وكلهم بيترعبوا، ومجيب بيقوله قتلت عشرات في انهيار العمارة بتاعتك من 5 سنين وما خدتش أي إجراء، وحتى في حريق المصنع اللي مات فيه العمال رميت المسؤولية على الرئيس التنفيذي. انت ايه مش سامع صرخات العمال؟ والتانيين بيسخنوا ويصرخوا وهم مش مستوعبين اللي بيحصل اصلا وكلهم مرعوبين. فبيقول له اختار السجن ولا الجحيم؟ فبيقول له انا معرفش حاجة عن المصنع. فبتظهر نار في ايده فالتاني بيخاف وبيعترف ان هو اللي مسؤول عن المصنع. فالدنيا بتهدى وبيبقى موجين صوره وبيقول له يلا عشان تروح مركز الشرطة وتعترف. فبيقول له انت هتلعب معايا كده كده مش هتقدر تعمل لي حاجة وكل حاجة عندنا ماشية بالفلوس. فالمبنى بيتهز، بس المفاجأة بقى ان مش العمال اللي بيعملوا كده، وهوي جو وغيون يو بيدخلوا موجين واخوه اللي بيقول له ها اتقبلت. وبنعرف انه مش لاقي شغل بعد التخرج واخوه شغال عامل، فبيقول له اشتغل معايا بس هو ما بيرضاش عشان معاه شهادة جامعية. بيفوق بيلاقي المبنى مهدود وبتبقى هيجو اصلا شكت في كلامه وانه تخلى عن العمال، فعشان كده جم وراه الباقيين كل واحد بيقول يلا نفسي، وهربوا على الاسانسير بسرعه. حتى مساعد عضوة البرلمان سابها وهرب. فبتشوف الرئيس كيم والمساعدين فبتنادي عليهم يساعدوها، فبيساعدوها عشان مصلحتهم طبعا. فبيجي موجين واللي بيقولوا له انت السبب، انت اللي سرقت في المبنى فوقع. فبيقول لهم يا سلام، ده على اساس اي حد بيصوت في المبنى بيقع. وبيحاولوا يسلكوا رجل عضوة البرلمان من اللي فوقيه، والمبنى فيه حاجات كتير بتقع منه. فالمساعد بتاعه بيقوله في مهبط طائرات على السطح فوق، تعالى نطلع ونكلم طيارة تيجي تاخدنا. فبيجروا كلهم على السلم للسطح، وعضوة البرلمان بتقوله للدرجات البناء وحش، ده المبنى لسه بنينه، انا مش هعدي الموضوع ده. بيكلموا الطوارئ بس بيبقوا مش عايزين يبعتوا طيارة لان مواصفات السطح مش مناسبة كمهبط للطائرات، وهم كانوا عارفين كده قبل كده، بس قالوا بعد شوية الدنيا هتمشي يعني. المبنى بينهار تاني فكلهم بيجروا على تحت، وعضوة البرلمان بتمسك في غيون يو. بييجوا ينزلوا وبيلاقوا حريقة جاية من تحت، فبيطلعوا اوضه الاجتماعات تاني وفي 2 عمال كانوا في المبنى فبيجوا بسرعه. وبنعرف ان الرشاشات متعطله من المشرف عشان البنا ما يتعطلش، وبيطلعوا عملوا الصبه والمطره بتمطر وقالوا لهم كده غلط، قالوا لازم نسلم المبنى في الميعاد. والدخان بيدخل من تحت البيبان فبيحاولوا يسدوه بهدومهم، والمبنى بينهار تاني فبيترعبوا وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض مين اللي غلطان، والمبنى اصلا عمال يتمرجح والجزء اللي في النص بيقع. فالعامل بينقذ الرئيس كيم والتاني راح زي ايده موقعه وبيقول لهم انها حادثه، انا هدفع لاهله تعويض وبعدين انا حياتي اهم، عندي مشاريع وناس فاتح بيوتهم، انا موتي خساره للبلد. فزميله بيبقى عايز يقتله وموجين بيمسكه بالعافيه، وفجاه الارض بتتهز تاني فبيقع وموجين بينقذه، وفجاه بيسيب موجين ايده اللي ماسكه الارض وبيقع هما الاتنين. بيفوقوا وبيبقوا هما الاتنين عند الجنرال وبيمسك فيه وبيقول له كل ده بسببك، انت عملت ايه ده نور مغناطيسي. فبيقول له انت فاكرني ساحر؟ الجو بيتغير وصوت بيقول له عايز تعيش، وبتطلع ارواح العمال من الارض تخوفه. فبيقول له سامحني انا عايز اعيش. فبيقول له لو سبتك تعيش هتعمل لي ايه؟ فبيقول له هعمل اي حاجه. فبيجي هو والعمال واللي بيقولوا له انه كذاب، فبيقول له انت بس هتنظف الفوضى اللي عملتها وتتحمل المسؤوليه، وبيديله العقد عشان يمضي بس ما بتعجبوش الشروط فبيقول له خلاص موت. فبيوافق وبيبصم بدمه. فبيظهر شرط انه قدامه 108 يوم يحل فيها الحوار ده او يروح للجحيم. فبيقول له انت ما قلتليش وبعدين ده قليل قوي، فبيخليهم له 49 يوم. بيفتح عينه وبيلاقي نفسه في اوضه الاجتماعات والمبنى سليم زي ما هو. فموجين بيقول لهم ان المبنى ممكن ينهار ولازم يمشوا بسرعه، وكلهم بيجروا على الاسانسير والعاملين كمان، وبيقولوا للمساعدين بتوعه انهم يلغوا الافتتاح وانهم هيصلحوا المبنى. فبيقولوا له انه هيكلف كتير جدا، فبيتفكر ما يمضيش بس اللمبه بتفرقع فوقيه فبيروح ماضي. وعضوة البرلمان بتعمل اجتماع وتقول لهم اننا لازم نحافظ على حياة العمال من السياسيين عشان ما يتأذوش. الرئيس كيم بيروح مركز الشرطة وبيعترف ان هو المسؤول عن اللي حصل في المصنع، وبيتبرع لمؤسسة السلامة والصحة المهنية عشان يساعدوا العمال المتضررين. فالعمال بيتفاجئوا باللي هو عمله وبيفرحوا جدا وبيشكروا موجين على مساعدته ليهم، وبيقولوا له يشكر هيجو وغيونيو. فبيقوموا ويحيوهم وبيبقوا المفروض كده يمشوا بسلام، بس بيطلبوا منه خدمة أخيرة وهو إن كل واحد عايز يشوف أهله قبل ما يمشي. فبياخدهم كل واحد لأهله، والعامل الصغير بيروح يشوف مراته، وابنه لما بيشوفه بيقعد يضحك. وبيودعهم موجين كل واحد قدام بيته وبيمشي، وبيبقوا كلهم فرحانين وموجين بقى مشهور. وموجو بترن عليه فبيتوتر وهي بتقوله انت اتأخرت ليه؟
كلنا مستنيينك في بيت أهلك. فبيروح البيت بسرعة بيلاقيهم بيعملوا أكل، وبيطلع عن النهاردة الذكرى السنوية العاشرة لأخوه يوجين، وبنعرف إنه مات بسبب حادثة في الشغل لأنه كان شغال عامل ووقع وهو بيصب السقف، ولأنه هو ما كانش نشف كويس فالهيكل كله بينهار وهو مات، وبيفتكروه وبيقعدوا يعيطوا، ويوجين بيقوله قول لهم إني كويس ما تخليهمش يعيطوا، فبيروح هو اللي معيط لأنه مفتقد أخوه اللي مات ظلم. وبيروح موجين يوصل ميجو وبيبقى عايز يكلمها إنهم يرجعوا، بس العربية اللي طالباها بتيجي فبتمشي وبتسيبه. فيوجين بيقوله انت لو ما اتكلمتش محدش هيعرف اللي انت عايزه، وبيقوله على فكرة انا بحبك، وبيسيبه ويمشي. تاني يوم بيروح المكتب وهو فرحان جدا، وبيقوله هيجو ان العملة اللي استثمر فيها طلعت جامد جدا، فبيقولوله يبيعها بقى ويرجع لميجو. فبيبيعها فعلا، وهي جو وغيون يو بيغلسوا عليها جدا في البيت، فبتاخد بوكو تمشيها. فموجين بيروح لها وبيقول لها انا جيت عشان اخدك انتي وبوكو ونرجع على البيت، وبيديها دفتر فيه تقريبا نفس الفلوس المكافأة، وبيقول لها مش هاخد قرار تاني لوحدي، وبيقول لها انا بحبك واسف على اللي عملته. فبتضحك وبتروح معاه. بيبقى راكب العربية مع غيون يو وهي جو، وبيقولوا له احنا عملنا لكل واحد كارت فينا عشان الشغل. هي بتبقى مديرة الشؤون الخارجية وهو بيبقى مدير العلاقات العامة. بيخليهم ينزلوه قدام تمثال الجنرال، وبيعرف انه اختاره لانه ابن ناس عاديين، واخوه فقد حياته في حادثة عمل وهو محامي عمال، وبيسلم عليه وبيبقى مبسوط. وبيجوا هما كمان وبيبقوا عايزين يشوفوه بس طبعا مش بيشوفوه، وموجين بياخدهم ويمشي، فبيلاقي شبح بينادي عليه فبيتعصب جدا وبيخلص المسلسل. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.